نتيجة ارتفاع درجة الحرارة في الصيف. ارتفاع شديد في درجة الحرارة دي بيخلّينا عايزين نشرب مَيّة كتير، ودي حاجة صحية جدًا. المفروض متوسط شرب المَيّة في الوقت العادي، يعني مثلًا في الشتا أو في أي وقت ما يكونش درجة الحرارة فيه مرتفعة، تكون 2 لتر ونُص مَيّة. لكن في درجة الحرارة العالية إحنا بيُفضّل إن إحنا نشرب مَيّة زيادة، يعني بيبقى في المتوسط 4 لتر مَيّة. ليه بقى؟ لإن لمّا بترتفع درجة الحرارة كتير بيحصل جفاف للأنسجة بتاعة الجسم كلّها، في كل الأنسجة سواء الداخلية أو الخارجية. كمان شرب المَيّة، لإنه لمّا العرق بيحصل إن إحنا درجة الحرارة بتزيد، بيحصل إن إحنا بنعرق لمّا درجة الحرارة تزيد. العرق ده بيحصل ليه؟ بيحصل عشان نقلل درجة حرارة الجسم بتاعتنا لمّا الدنيا تبقى سخنة أوي، فجسمنا ما يقدرش يسخن للدرجة دي، لإنه الجسم بتاعنا له درجة حرارة ثابتة المفروض إن هي 37 درجة. لكن لمّا درجة الحرارة تزيد عن كده بيبتدي جسمنا يفرز العرق علشان يقلل درجة الحرارة بتاعة الجسم ويحافظ عليها في درجة حرارتها الثابتة. فعلشان كده إحنا المفروض إن إحنا نشرب مَيّة كتير، علشان شرب المَيّة الكتير ده بيبتدي إن هو يحسّن لنا كل حاجة درجة الحرارة الزيادة بتأثّر عليها. يعني مثلًا بالنسبة لبشرتنا لمّا بيحصل جفاف للبشرة، لمّا بنشرب مَيّة زيادة البشرة بتترطّب، فبتبقى الخلايا بتاعتها أحسن. كمان بيعمل على إن هو يزوّد أو يحسّن السريان بتاع الدورة الدموية، لإن لمّا درجة الحرارة بترتفع الدورة الدموية بتبقى سيولة الدم أقل، فالدورة الدموية بتبقى الحركة بتاعتها مش سلسة، مش اللي هي العادية. كمان ده بيحسّن المزاج بتاع الإنسان جدًا، وبيأثّر على قوة الذاكرة. ليه؟ لإن زي ما قُلنا إنه السريان بتاع الدم بيبتدي إن هو لمّا نشرب مَيّة كتير، يبتدي إن هو يتحرك بشكل كويس، فيوصّل الأكسجين لكل أنسجة الجسم. وزي ما قُلنا كمان بنحافظ على رطوبة الأنسجة، لإن حتى النسيج بتاع المُخ بيحصل له جفاف، كل الأنسجة الداخلية حتى من ارتفاع درجة الحرارة بيحصل لها جفاف. كمان إحنا قُلنا إن هو بيحسّن المزاج، قُلنا إن هو بيساعد على قوة الذاكرة، بيحسّن الدورة الدموية، بيحسّن البشرة بتاعة الإنسان. كمان بيحافظ على درجة الحرارة بتاعة الجسم زي ما قُلنا، لإن لمّا العرق بينزل، لمّا بنعرق إحنا درجة حرارة الجسم بتقل توصل لدرجة الحرارة الطبيعية بتاعتها. علشان كده إحنا لمّا بنفقد المَيّة دي بنحتاج إن إحنا نعوّضها تاني، ففي الصيف نشرب مَيّة أكتر علشان نعوّض المَيّة اللي إحنا بنفقدها في العرق وفي الرطوبة بتاعة الزفير بتاعتنا. فعلشان نحافظ على صحتنا وعلشان نحافظ على بشرتنا كويسة وعلى الذاكرة بتاعتنا وعلى جسمنا كله في درجة الحرارة المرتفعة في الصيف، لما ترتفع درجة الحرارة لازم نحرص على شرب المية بكميات كبيرة، وزي ما قلنا يبقى المتوسط بتاعها 4 لتر، يعني حوالي تقريبا 16 كوباية من الكوبايات العادية بتاعتنا.